السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أيت ما ديت ما إن اغتلام أزول فلاون آكل ويحفظ ربي. أه... تحية طيبة لكل مشاهدينا ومشاهدات من داخل المغرب وخارج المغرب، وبالخصوص تحية للجالية المغربية المقيمين هنا بهولندا. الإخوان، اليوم غادي نبقاو هنا في هولندا، هير النيرلاند. غادي نبقاو العنوان كيقول ديال الجريدة ديال فوتبول انترناسيونال 5 نيدلاند سبيلر كيزن في موراكو. إذا 5 لاعبين مغاربة كيختاروا المغرب، الهجرة الجماعية كما تقال. وغادي نتكلموا على ترينر عادل رمزي، على المدرب عادل رمزي، ترينر فان اندر 18، ترينر للفريق يعني منتخب المغرب الهولندي اقل من 18 سنه اندر 18 وغادي نشوفوا واش غادي يتم الالتحاق ديالو بالطاقم التقني ديال محمد وهبي او لا غادي يعينوه في شي منصب كمدرب اقل من 20 سنه في المغرب، بما ان كنعرفوا عادل رمزي باقي عنده يعني عقد مع الجامعة الكروية الهولندية. إذا هولندا نبقاو مع اللاعبين اللي غادي ينتقلوا للفئة الشبانية للمغرب. غادي نشرح لكم علاش كأب أنا عندي ولدي اللي كيلعب الكرة وكيمارس الكرة، والحاجات اللي كنعاني منها هنا بهولندا، ماشي غير أنا وبزاف ديال الوالدين المغاربة. الأول منهم هو سامي بوهدان، المهاجم الفتاك اللي كاينه بزاف الفرق اللي كتراقب هاد اللاعب هذا، منها الفرق الاولى ديال الفرق الهولنديه كفاينور، اياكس، وبي اس في ايندهوفن. كذلك اللي كيهضر عليه بزاف فابريسيو رومانو، اللي كيقول لك هذا اللاعب صاعد، يعني موهبه كبيره غادي تكون في السنين المقبله. كذلك بنيامين خضري ديال ايندهوفن، وايوب وركي، وايمن الهاني ديال اياكس امستردام، وكذلك وليد اكوجين اللي عنده 20 سنه. فهذه ضربه لهولندا. علاش هولندا اللي دارت جميع يعني بغات دير جميع الحاجات باش المغاربه ما يبقاوش يعني يختاروا المغرب. فاذا داروا واحد الخطه، هو تنصيب يعني عادل رمزي على مدرب على الفريق الهولندي للشباب اقل من 18 سنه، وداروا واحد لونتوراج ديال شي لعبه، يعني اللاعب اللي اختار ديجا وعنده واحد الكراهيه للمنتخب المغربي، اللي ابراهيم افالي، وعنده عقده ابديه للمنتخب المغربي، اللي دائما كيهضر بسلبيه وكيهضر بان علاش وداروه باش يحاول يقنع هو، وبعد بعد نقول لك بلا ما نهضر بالهضره قبيحه، شي وحدين مغاربه باش يحاولوا يعني يقنعوا هاد الشباب اللي ماشي يختاروا هولندا بدل المغرب. فهما كيخدموا على المصالح الشخصيه ديالهم، لان كيخدموا في القنوات الرياضيه، وداروا على الطاقم التقني في الفرق الشبانيه ديال المنتخبات الشبانيه. فاذا كيحاولوا يضربوا في المغرب على ظهر، حاربوا يضربوا المغرب على مصلحتهم الشخصيه، وعندهم شي عداء ضد الفريق المغربي. فهذيك ابراهيم افالي ما شفناش يعطى شي حاجه كبيره مع الفريق الهولندي، فكان كيلعب بي اس في ايندهوفن، ثم انتقل الى برشلونه، فكان المستوى ديالو رديء، ما استعملوش. ومن بعد مشات الكارير ديالو بين فرق، يعني ما شفناش في فرق صغيره في تركيا ولا في رومانيا ولا في، المهم ماشي شي عنده ما عملش شي مسيره كرويه كبيره. وفي الاخير يعني داروه في الطاقم، يعني داروه في طاقم تقني، بغاو يحاولوا يجبدوا به، يعني هو يخدم مصلحه ديال هولندا، ويحاول يقنع الشباب المغاربه ماشي يمثلوا هولندا. وبهذا الشيء هذا يعني عيدوا عادل رمزي، ماشي على زينته ولا على حيت بغا واحد عينوه، حيت ماشي يعطيو واحد الاريحه لهاد اللاعبين المغاربه، ويحسوا بان يعني هولندا كدير بزاف في المغرب وكذا شي. المهم من هنا هما ديك القضيه ديال اللعب
لأن هذاك الشيء كاع ما كاع الشباب هادو اللي اختاروا المغرب وكانوا يلعبوا مع هولندا، لعبوا مع هولندا في الفئات علاش باش ماشي يبقاو مطورين كرويا، سينو غيهمشوهم ما يلعبوش شي مرة. فإذا ملي بانوا كدا شي ولا يعني ولاو كيلعبوا في الفرق وهذه، فإذا بدلوا الجنسية. علاش؟ لأن ما كتعطاهمش فرصة جيدة، وعارفين ما تعطاهمش فرصة جيدة، عارفين غيوقع لهم بحال محمد إحاطرن اللي اختار في واحد الوقت سابق المنتخب الهولندي، اللي كان الموهبة الأولى في هولندا. كان كيلعب مع فريق PSV ايندهوفن، ثم انتقل إلى أياكس، ومن تما PSV ايندهوفن كان وقع له المشاكل مع والله ما بقيت عارف، واقيلا مع فان بومل ولا كوكي، والله ما بقيت عارف شكون كان المدرب آنذاك. فانتقل إلى أياكس أمستردام، فأياكس أمستردام قال انتقادات وكذا شي، ومن بعد خرجت عليه الصحافة الهولندية، بقات عليه بوم 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 بوم، طيحوه الصحافة الهولندية والإذاعات الهولندية هنايا، طيحوه كلاعب. نتوما كتعرفوا القصة ديالو، كان مطلوب 17 سنة، عليه يعني ضغوط كبيرة، كان موهبة، كان كيتسناو منه بزاف. شاركو في شي مقابلة ولا جوج مع المنتخب الهولندي، ومن بعد استبعدو ديك رونالد كومان، اولا يا انذاك وقيلا رونالد كومان ولا شي واحد اخر كان، وقيلا والله ما بقيت عاقل. رونالد كومان وقيلا، رونالد كومان وقيلا، والله ما بقيت عاقل. المهم كان استبعدوه وطاحوا عليه الصحافة، وانت مشى لراسو، مشى لتوراين، ومن توراين ما قدرش يتولف تما في توراين، ورجع لهولندا، وبقاو طايحين عليه بانه هو داخل مع شي مجرمين، وداخل هنا والسيد غلط ودخل في يعني. المهم ما خلاو ما قالوا فيه، هرسوه مرة عليها السيد ملي خرج هاد المرة. علاش ماشي خرج هيداك كانوا طيحوه كرويا مانا، يعني الفرق كرهوه يعني بقاو كيخرجوا ينتقدوه حتى شي فرقة ما بقات كتزعم عليه، حتى واحد ما عطاه فرصة باش يقدر يلعب كرة القدم من جديد. فمشى لشي دوري روماني ولا بلغاري، ومن بعد رجع. مهم والحمد لله وشكر الله، كان عنده واحد المنتور شخصي ديالو، وقيلا خا شي خا وقيلا اللي يعني بمشيئة الله عز وجل رجع من الطريق ولعب الكرة، وعطاتو ديك الفرقة الصغيرة اللي ديال إركاسي فالفي. كان الفريق صغير، جد صغير، هادي غير واحد ماشي مدينة، هي جات في برابانت هنا في هولندا، حدا مدينة تيلبروك اللي كاين عندها فريق فالمتفاي. إركاسي فالفي نقول لك واحد المدينة ديال 15,000 ساكنة، اللي مع مرات كتجبر في بريمي ديفيزيون، مع مرات كتعود، مع مرات يعني فريق ديال برابانت. تعطات له فرصة، قدم مستويات جيدة، من بعد مستويات جيدة تعطات له فرصة مرة ثانية مع فورتونا سيطر اللي كيقدم معاه كذلك مستويات جيدة. فالآن محمد إحاطرين بعض مرات كيكون حديث الصحافة وحديث البرامج الهولندية هنا في هولندا، فباقي لحد الآن يعني كيحاولوا يطيحوه، كيحاولوا يخوفوا الفرق الأوروبية والفرق الهولندية الكبيرة ماشي تديه، لأن كيقولوا هو يعني ما كيستجبش وما عندوش الديسيبلين ديالو، مرة كيترينر مرة ما كيترينرش، وباقي غليظ وما كيعتنيش ما عرف يتمشى مع البروفيسيوناليزم. وديك فان بومل اللي كان لاعب فريق الهولندي، وكان اللي كان مدرب فريق PSV ايندهوفن، فهو كذلك كينتقدو. هادشي هذا اللي وقع لهاد اللاعب هذا، ولكن لحد الآن فالحمد لله كيفرض راسو كرويا، كيفرض راسو كذلك. هاد اللاعب غيوقع لهم بحال داك الشيء هذاك، وهادشي هذا كنعاني منه حتى انا مع الولد ديالي اللي عنده 11 سنة، وكان هو يعني لي ستاتيستيك كانوا النقط ديالو، الأهداف والتمريرات ديالو كداشي العام اللي فات، وكان هو الهداف ديال أقل من 11 سنة. وملي جينا للموسم الجديد، ماشي الولد يترحل يو 13 يعني 13 أقل من 13 سنة يعني، ولكن الأولى. فإذا بيا كنسمع من عند هذاك المدير التقني ديال كداشي مع شي جوج مدربين بأن ولدي رغم بأنه أحسن لاعب في الفريق العام اللي فات، فهو باقي يعني ما عندوش يعني فيزيك ماشي صحيح، وما يقدرش يتحمل يلعب مع 13. إذا أنا رفضت ديك الفكرة هذيك وتغادرت معاهم، فكنت باغي نقلو لفريق آخر.
بما أننا في وسط الموسم ما قدرتش ننقّلو، درت له مشيت لشي 2 فرق 3 فرق، عملت عمّرت لي فورميلير ماشي بدل هاد الفريق هذا، ولكن خصني نتسنى حتى للموسم، فإذا بيا اضطريت نختار له داخل هاد النادي هذا اللي هو براكستاين van Nijmegen. دخلته الفئة 14، طلعته الفئة 14. علاش؟ لأن ديك واحد المدربين، واحد اللاعبة اللي كانوا واحد الآباء اللي كانوا كيشوفوه كيتبعوه، قال لك علاش ما تجيبوش عندنا حنا باغيينه، لأن إلا بغاو المدربين فما عندك مدير تقني والو. بما أن عنده 11 عام هو نورمالمون يعني قانونيا ممنوع خصو يلعب مع 13 كذا شي، ولكن هما قال لك خليه يترينر معنا وخليه يلعب معنا، ملي جبروا عنده مستوى جيد فهما اللي هضروا مع ديك المدير التقني، حيت انا ما بقيتش كنهضر معاه فخلاوه. دابا هو الهداف ديال هذا الفريق هذا، عنده بنيه تحتيه باقي لاعب صغير 11 عام، الاخرين عندهم 14 عام. اذا كتعرف الفرق كبير، والهولنديين كبارين، ولكن التقنيه ديالو عاليه. ولكن لحد الان بانني عامل بالي بانهما دائما كيهمشوا فيما كيجيو شي وحدين يشوفوا اللعبه، لان كانوا مهتمين به. شي فرق هنايا مهتمين به باش يديوه عندهم الفرق الشابين الاكاديمي، ولكن ما كيف ديك الوقت كيهمشوه وكيبينوا غير ولادهم هولنديين. يعني نقول لك واحد الحاجه، ما نقول لكش يعني كاينه بزاف د العنصريه ضد المغاربه، كنعاني. ولكن الحمد لله الا كتب الله وقدر الله بان هاد الوليد هذا يوصل ولا يلعب الكرة، فنتمنى من الله عز وجل يوصل، لأن وإلا ما وصلش فكلشي ديال سيدي ربي، وإذا وصل فغادي يكون التمثيل ديالو يعني 100% مع المغرب، لأن حنا اللي كنمشيو مع ولادنا للصباح، حنا اللي كنخلصوا على ولادنا، حنا اللي كنعانيو من ديك العنصرية وديك الخابات، وحنا اللي كنشوفوا ولادنا كيتهمشوا ملي كيوصلوا ولادنا كيكونوا مواهب كبيرة، كيبغيو يخطفوهم، كيبغيو يقولوا لهم يعني خصكم تكونوا هولنديين. وديك الساعة الدراري كيكون يعني داروا لهم واحد لي تايكن بالهولندي كيقولوا، يعني داروا لهم واحد السيكاتريس، ما كيبقاوش يبغيو يلعبوا الهولندا. اذا هذا هو المرجع لهذا الشيء هذا، علاش كيهاجروا هاد اللاعبين للمنتخب المغربي، لان جبروا معنا في الفئات ديال 11 عام 10 سنين 12 عام 13 عام، فهمتيني، عاناو باش يوصلوا. يعني كل مره كيبغيوك وما يعطيوكش فرصه باش تمشي شي فريق كبير، وكيحاولوا الا لعبتي معاهم مع هكذا شي هولنديه كيبقى يديوك. شوف بحال اللي دايرين دابا عبد الله وزان، ما كيدخلوش الفريق الاول، فهو يقدر يكون في وسط الميدان ديال فريق اياكس، ولكن كيعطلوهم هو وخاه وكذا شي، لان اختاروا المغرب. هذا هو الشرح لهذا الشيء هذا. بما انني رانا كنسكن في هولندا 40 عام، انا عارف شنو هولندا، وكنعطيكم المعلومه الحقيقيه شنو واقع. هذا هو السبب الحقيقي. الآباء المغاربة يعانون مع أولادهم هنا في الفرق الهولندية، مش كنوصلوا معاهم، كنخسروا معاهم، كنمشيو معاهم، كنوضوا معاهم، كنسوقوا الطروبيره ديالنا، ليسانس ديالنا، فهمتيني. ما كاينش شي اهتمام. عندك صحابك راه كيهتموا ولا كداش، راه غير شافوا ولدي راه كيلعب الكره مزيان عليها خلينا. ما بديك الكلوب هذاك كامل كتجبر 2 مغاربه، والباقي كلشي كيجريو عليهم، ولا يجريو على يعني يجريو على الاجانب، كيخليو هنايا غير شي شويه وشويه. كاين شي وحدين شي انديه كاع ما عندهم الاجانب. اذا هذه هي الصحيحه، هذا هو الصح، وهذا هو الهضره الصحيحه. وهذا الشيء اللي كنقول لكم الوجه الصحيح ديال هولندا، علاش الانتقالات يعني جماعيه د اللاعبين للفئه الشبانيه بالمغرب. اما عن عادل الرمزي فماشي جابوه على زينو علاش كيبغيو، واش جابوه باش قلت لك باش يخدموا المخطط ديالهم اللي كان عندهم في الراس مع ديك ابراهيم افالاي اللي ما كيحملش المغرب. ما نعرف، ما عند الله ما نعرف مالو هذا السيد هذا، لان كان اختار في واحد، اختار هولندا وما عطاش مع هولندا. هذا ابراهيم افالاي يعني ما كانش عنده شي مسيره كرويه كبيره ولا شي حاجه. فبقات فيه علاش زياش ومزراوي وسفيان امرابط وكذا شي اختاروا المغرب. هو يعني ما بقاش كيقصروا شي واحد، وبقى كيهاجم دائما المغرب، وكيهاجم اللاعبين اللي كيختاروا المغرب، وكيقول لك خصهم يختاروا هولندا وكذا شي. وداروا على شي طاقم هيدا باش يبقى يجلب اللعابه ويقنع اللعابه، وعليها بغا يديروا يعني يغطيو
الشمس بالغربال، يعني يبينوا للواجهة بأن راه حنا ما كنديروش العنصرية، داروا عادل رمزي على الطاقم ديال أقل من 20 سنة، من 18 سنة في الفريق الهولندي للشباب. هذا الشيء هو هذا العجز داروه، ما داروش حيت بغاوه ولا حيت. فعادل رمزي، مع احتراماتي عادل رمزي اللي عنده مسيرة زوينة في كرة القدم هنا في هولندا، لعب في لمتباي، لعب زد، لعب اف سي توينت، مع كو ادريانس انذاك كان جناح يعني في المستوى، عنده الوراق ديالو، جلس مع فان بومل ومع كوكي، ونزل جلس معاهم كطاقم تقني في فريق بي اس في ايندهوفن يعني. وشفناه مشى للوداد، ولكن ما تعطاتلوش واحد الفرصه ورجع لهولندا، وهولندا هما استغلوا هذه الفرصه هذه، غير ماشي هذوك الشباب ما يبقاش ينتقلوا وما يبقاش يختاروا المغرب. هذا هو الخطه ديال الهولنديين. والهولنديين يعني انا حافظهم ودارسهم، رانا 40 سنه معاهم وكنعرفهم مزيان. هذا الشيء اللي كنقول لكم، هذه هي الهضره. اما ننتقلوا للاعب واحد اخر هو سفيان الكرواني، اللي تحدث للصحافه الهولنديه، سمعنا قال لك بان بزاف ديال على هذا المدرب الجديد محمد وهبي، وقال لك اعتقد ان المدرب الجديد له القدره على اداره الفريق بشكل جيد. اذا كيحكي الهضره الوليد الركراكي اللي كان كيستبعدوا. اذا هنا كنعرفوا بان وليد الركراكي كان عنده شي حاجه ماشي مع هاد الكرواني، ماشي هي هذيك. ووليد الركراكي كانت عنده بزاف ديال العاطفه وكان كيستغنى عليه لان ما نعرف. إذا نقول لك بأن كذلك أشعر أنني أنتمي للفريق. أي سيغت دات أي هورت باي ألفطال، يعني أي هورت باي ماروكانس ألفطال. قال لك أشعر أنني أنتمي للفريق لحدود هذا. قال لك توتنيتو هابيك نوخ نيس خسبروك من ترينر. إذا وحتى هذه اللحظة ما يعني ما تكلمتش مع المدرب وهبي. سفيان كرواني 5 تخيا عنده 25 سنة. ساهم ب19 هدف، في 2 بونت خماك، يعني 3 ديال سجل 3 ان 16 اسيست، 16 تمريره، الرقم الاعلى في البطوله الهولنديه. هذا فيما يخص الاخبار عن هنا بهولندا، بما انني هنا من هولندا. اذا هذو هما الاخبار اللي طايرين هنايا. نمشيو لواحد الخبر اللي هو جد سريع على انجلترا، وعلى في انجلترا على اللاعب شمس الدين طربي، اللي عنده اهتمامات من 2 فرق انجليزيه اخرى، منها نيوكاسل يونايتد واستون فيلا. الفريق الاقرب لضمه فهو استون فيلا، ولكن نيوكاسل هو اللي عنده يقارن بالشلحه كيقولوا له، هو الفلوس عنده خيط، عنده الخير. لان داكشي ديال مكتب الاستثمارات السعوديه هي اللي مكلفه بهذا نيوكاسل يونايتد، لان كنعرفوا السعوديه عندها اقارا، هي اللي مكلفه على هذا نيوكاسل، فهما يقدروا يخلصوه. ولكن كنظن بان استون فيلا هو الاقرب لضمه، الى ما نيوكاسل عطات شي ثمن زائد وكذا شي عاد كان يقدر، ما نعرف، غادي نشوفوا. اما ابراهيم دياز نهضروا عليه شي شويه، فقدم أسوأ مستوى، ثاني أضعف تنقيط في المقابلة اللي لعبت مع سيلتا فيغو، ربحوا بواحد من 0، يعني بصعوبة في الثواني الأخيرة والدقيقة الأخيرة اللي ماركاها فالفيردي. إبراهيم دياز اللي تكلم عليه السايس قال لك بأن ديك ضربة الجزاء باقي كيعاني منها، وباقي ما مصدقش. قال لك ديك النوعية ديال بانينكا وكذا شي. نقولوا حنا ديك الرومانسات راه ماشي غير انتنا، راه 40 مليون مغربي باقي ما واعيش بديك الخساره اللي خسرناها في النهائي. وبهذا كنشوفوا رومانسات يعني كيبغي دابا الان يخرج بشنو، بما ان اعتزل كره القدم دوليا، فدابا كنبقى نشوفوا تصريحات اللي شنو وقع في ديك النهائي. ف قدر الله ما شاء فعل. انا ما عنديش شي نزيد في هذا الموضوع هذا. فكان معكم يونس بكور من هولندا. تحيه للاخوه المغاربه وتحيه للجاليه المغاربه. زيمبالكر فولخنكين، نشوفوا بعضنا مرة أخرى. السلام عليكم. توت سينز توت فولخنكين، يعني السلام عليكم حتى المرة أخرى. تحياتي.